السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى وأجمل إخوات. إن شاء الله النهاردة هنعمل البقلاوة أو الجلاش المورق من غير خطوات كتير بقى، ولا نورق ورقة ورقة ولا الكلام ده خالص. هنعمله النهاردة بطريقة بسيطة جدا، خليكم معايا لآخر الفيديو ويلا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة هحط الشربات على البوتاجاز، وهحط كوبايتين من السكر عشان يبقى الشربات تقيل شوية، عايزين يبقى تقيل، وكوباية ونص من المية، وهحط عصرة ليمون واحطه على البوتاجاز لغاية ما اخلص باقي الخطوات. معايا لفتين من الجلاش، دي اللفة دي نص كيلو، ده ب20 جنيه. يعني انا بجيبه من الفرن كده، بيبقى جميل جدا عن اللي هو جاهز. وهبدأ اتنيه كده زي ما احنا شايفين، هي اللفة كلها على بعضها، مش باخد منها اي حاجة خالص. وهاتني كده. طبعا الحجم اللي انت عاوزاه ممكن ترفعها اكتر من كده وتخليه على 4. انا دي خليتها على 3، التانية هخليها على 4 زي ما احنا شايفين كده. يدوبك بتنيه بس كده، وبقطعه بالسكينة، ببوز السكينة كده، والسكينة طبعا تكون حامية عشان تمشي معاكي على طول ما يتقطعش منك. ويفضل ان الجلاش يكون صابح مش خارج من الفريزر عشان ما يتهريش مننا. زي ما احنا شايفين هخلص باقي الكمية دي، خدت معايا 3، يعني قسمتها على 3. ديت بقى هقسمها على 4. يعني تقدري تتحكمي في الحجم اللي انتي عاوزاه. ممكن تعمليها برضو تقطعيها مثلثات، انا هقطعها مربعات، ممكن انتي تقطعيها مثلثات. هبدأ بقى ارصها في الصاج زي ما احنا شايفين كده، من غير بقى ما نورق ولا نمسك واحدة واحدة نورقها، ولا بالسمنة ولا اي حاجة. هنشوف مع بعض هنعملها ازاي بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هبدأ بقى اللي انا اقطعه كده بالطول، هقسمه تقريبا على 4 قطع. وبوز السكينة برضو تكون حامية كده، ونقطع واحدة واحدة يتقطع معانا بكل سهولة زي ما احنا شايفين. وهنا خلصت الكمية كلها زي ما احنا شايفين كده. تقدري برضو تعمليه مثلثات، تعمليه الشكل اللي انتي عاوزاه. وبعد كده معايا كوباية من السمنة او اللي هي الزبدة البلدي، المتاح عندك اشتغلي بيه، مش هنقف على حاجة. سيحيها بس اهم حاجة. وممكن تستخدمي زبدة على زيت، وممكن تستخدمي، بس اهم حاجة يكون زيت نوع نضيف، ما يكونش ليه ريحة خالص. بس يفضل السمنة او الزبدة، الحاجة المتاحة عندك هتبقى افضل. ونبدأ بقى كده نوزع السمنة لغاية ما الجلاش يتشربه كويس جدا. ايه رأيكم بقى؟ من غير بقى ما نقعد نورق ورقة ورقة، ولا تعب ولا اي حاجة. في 5 دقايق هتحضريها معايا. وسباتولا كده او معلقة زي ما احنا شايفين، وحاولي توزعي السمنة كويس جدا. وبالصاج برضه تميليه كده شمال ويمين لغاية ما الزبدة او السمنة ما شاء الله تتغلغل كده في الجلاش كويس، وكله يشرب من السمنة. وهندخله على درجة حرارة 180، ما يكونش الفرن سخن قوي، يعني مدخلاه مولعاه 5 دقايق بس مش اكتر، وعلى نار هادية 180 بس. وبيقعد معانا حوالي ساعة الا تلت كده. وهنا الشربات غلي معايا، هديله عصرة ليمون كده واسيبه. وبعد كده قبل ما اطفي عليه هحط كيس من الفانيليا، طبعا بيديله طعم جميل جدا، وما تحطوش في الاول عشان بيمرر معانا. وهنا في اول التسوية بعد 10 دقايق تقريبا، شايفين ما شاء الله انتفخ معايا وورق زي ما احنا شايفين كده، طبعا علشان النار هادية. وهنا بعدها بشوية بوريكم مراحل التسوية. ايه رأيكم؟ طبعا ما ننساش نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهنا خرج معايا ما شاء الله لونه جميل وشكله يفتح النفس كده. وهنا الشربات كان برد معايا. هبدأ اللي انا اسقيه بالجلاش. طبعا الجلاش لسه خارج من الفرن يعني سخن، والشربات ساقع. تمام، هنسقيه كده. وطبعا كمية الشربات تتحكمي فيه، لو بتحبيه مسكر قوي او بتحبيه اقل، دي حاجة ترجع لك انت طبعا. بس الكمية ديت كانت كويسة جدا على الصاج، وكله شرب من الشربات كويس جدا.
مين لسه ما حطش اللايك والاشتراك؟ يلا اللي ما حطش اللايك والاشتراك يا ريت يحط اللايك والاشتراك ويصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا تقدري تعملي نص الكمية، مش لازم الكمية كلها، وتجربي كده في الاول في نص الكمية. هنا كنت بوزع الشربات كويس جدا، وبوريكم شكله من تحت كده اللي هو واخد تسوية ما شاء الله، لون جميل جدا، والجلاش كان هيقع مني. وهنا بوريكم ما شاء الله اللي هو مقرمش ومورق وجميل، اللهم بارك. ولفيت الصاج عشان تشوفيه كله كده، والتوريقة بتاعته الجميلة. وطبعا تقدري تعتمدي الوصفة ديت في رمضان وفي العزايم، وحاجة كده تفتح النفس وتشرفك قدام الضيوف. ما شاء الله مورق كله جميل جدا ما شاء الله، اللهم بارك. ولو عجبك الوصفة ما تنسينيش بالكومنت الجميل. ويلا اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، وما تنسوناش من دعواتكم الجميلة. والسلام عليكم.